الفيديو هذا طلبتوه مني برشا وانا وعدتكم باش نعملوه صحن شرقي مشكل فيه رز بالشعريه، شيش طاووق، كباب باللحم، متبل باذنجان، حمص بالطحينه. ما نحكي لكمش قد ايه بنين، تبعوني. اول حاجه طيبت الحمص المنفخ في الكوكوت مع ورقه راند وشويه ثوم، حتى طاب زبده، بعد قعدت نرحي فيه بالميكسور ونزيد في الثلج حتى لين تحصل على التكستور ليس ولونه يفتح. ومن بعد زدت طحينه وزيت زيتونه ورشه ملح وزدت رحيته. في الاخر بالكل نعملوا عصره القارص. تلقاو المقادير الكل تحت الفيديو. نرحيوه قد ما نقدروا حتى نتحصلوا على تكستور ليس. وكباب اللحم نستحقوا لحم مفروم، ليت علوش وفحات وشويه بصل، نخلطوهم ونخليهم على جنب. باش نفوحوا قطع الاسكالوب دو بولي اللي قصيناهم كبار، حطيت ياغورت ناتور ولفحات وعصره قارص وشويه خل وفوحتهم وخليتهم على جنب. توا نتعديو للمتبل. خديت كعبات الباذنجان، نقبتهم، شويتهم في الفور ودخنتهم بكعبه شربون فيها شويه زيت. كي خرجتهم حطيتهم في ساشي باش يعرقوا، نجمت نقشرهم بسهوله. ومن بعديك فرمتهم كيما تشوفوا، زدتهم شويه ثوم وفرمتهم مره اخرى وعملت عليهم عصره قارص، رشه ملح، شويه طحينه وياغورت وشويه زيت زيتونه. وباش نحضر الرز بالشعريه حطيت زبده وزيت وقليت فيهم الدويده المكسره نتاعي، ومن بعديك زدتها الرز بسمتي المغسول وقعدت نقلي فيهم بالكدا. ومن بعديك زدت ملح وفلفل اكحل ومرقت، نخليه صبعين ماء فوق الرز. من بعد ما يغلي نقص عليه النار ونخليه يطيب. شوفوا ما شاء الله كيف جاي كل كعبه وحدها. حطيت اللحم والدجاج نتاعي في البغوشات وسخنت الشوايه وشويتهم على نار عاليه وقعدت نقلب فيهم باش ما يتحرقوش. جربوها وتفكروني الرسات.